مخترع فرامل الدرام كان فعلا عبقري. الفرامل دي بتتكون من جزئين أساسيين، أول حاجة هو تيل الفرامل اللي ثابت، والتاني هو الدرام اللي بيلف مع العجلة. طول ما العربية ماشية عادي بيكون فيها مسافة صغيرة جدا بين التيل والدرام، وده اللي بيسمح للدرام يلف بحرية. لكن أول ما تدوس فرامل، التيلين بيتمدوا لبره ويمسكوا في الدرام، فيحصل احتكاك ويوقف العجل. طب التيل ده بيمتد ازاي؟ لما بتدوس على بدال الفرامل، زيت الفرامل بيضغط جوه الاسطوانه فيدفع البساتم لبره، والبساتم دي هي اللي بتزق التيلين ناحيه الدرام. عشان الفرامل تبقى اسرع في الاستجابه، في حاجه اسمها المعدل، كل ما زراعه التعديل يبقى اطول، المسافه بين التيل والدرام تصغر، فالفرامل تمسك اسرع. نيجي بقى الفرامل اليد، دي مش شغاله بزيت ولا هيدروليك اصلا، دي شغاله بسلك حديد. لما بتشد الفرامل، السلك ده بيحرك مجموعه اذرع تفتح التيل وتمسك في الدرام. وعشان كده حتى لو العربية مطفية ومفيش ضغط زيت خالص، فرامل اليد تقدر تثبت العربية في مكانها عادي جدا. هل عمرك كنت تعرف آلية الفرامل بتشتغل ازاي في عربيتك؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.